مساء الخير عليكم جميعا كل متابعين ومتابعات صفحة سارة شلبي وجروب سحر المصريين. طبعا انا زي ما وعدتكم احنا من الصبح في حوار ان احنا جدال على الفيس انه استاذ وحيد محمود الشاب اللي تم الاعتداء عليه المصري في الكويت. انا زي ما قلت لكم انا وصلت على السفاره على المستشفى عفوا ومعه وحيد دلوقتي. انا مش هطول عليكم بس عايزه اكد حاجه ان السفيره هويدا عصام وصلت هنا الصبح وان المحامي الاستاذ المحامي من السفاره استاذ محمود موجود وما زال موجود واقف قدامي اهو. لكل الناس بس اللي بتحاول تشكك في سفارتنا او بتحاول ان هي بس بنهرد الكلام وخلاص على الفاضي. انا متواجده دلوقتي اهو مع استاذ وحيد هناخد منه كلمة بس عشان اطمنكم لا اكتر ولا اقل، واكيد حقه موجود في رقبتنا كلنا وكرامته كرامة كل المصريين، واكيد مش هنتهاون ولا هنحاول ان احنا نعدي الموضوع كده على خير. بالفعل كانت المباحث موجودة وحققت، وبالفعل انه نزل بيان بان السفيرة كلمت زوجة الاستاذ وحيد وهي واقفة قدامي وسامعاني دلوقتي. اوكي وحيد الف حمد لله على سلامتك، بس طمن الناس عشان بس يشوفوك. الحمد لله انا كويس تمام الحمد لله، خرجت من العناية المركزة والحمد لله. طمنوا كلكم والف شكر لكم. وبصراحة هنا الناس لا السفارة ولا القنصلية ولا الداخلية هنا مقصرين، ودي حقيقة لله تقال يعني. بس الله يبارك لك. ايه اللي حصل يا وحيد؟ ولا حاجة، واحد اتهجم عليا هو في شغلة سيكل لان هو عايز ينزله، قلت له انا مش هنزله دلوقتي لان دي فترة راحة يعني. تنزله لا مش هنزله. انا في اللحظة دي حسيت ان هو مش طبيعي، زي ما يكون شارب حاجة وبيلعب جسمه، بيلعب زي ما يكون كمال اجسام حديد او كده. هو طلب منك حاجة معينة طيب؟ ينزل السيكل وتشوفوا لي الحقيقة. قلت له انا الحقيقة دلوقتي وقت راحة والفنيين اعدي في راحة. ايوه انا قاعد لوحدي. يقول لي لا هتنزله لي الحقيقة. فابتسمت قلت له يعني ما اقدرش انزله لك الحقيقة. قال لي لا هتنزله لي الحقيقة. في اللحظة دي انا حسيت ان هو زي ما يكون شارب شيء يعني. حاولت ان انا امتص الغضب. اوكي. بس لقيته لفني من داخل المكتب وابتدى بقى انا كويتي وغصب عنك هتنزله وازاي ما تنزليش السيكل. طبعا في اللحظة ديت يعني بيعمل بصر والقدر بقى الله المستعان يعني. لا اقدر ان انا